السلام عليكم. يلا الجزء التاني من المعمعة بتاعة المطبخ. قلنا كده ان احنا هنمسك جزء جزء، زي ما بيقولوا كده ان كتر عليك الشغل قسمه على الايام. فهو ده اللي احنا هنعمله، فهنمسك جزء جزء. شفتوا الفيديو اللي فات عملنا فيه مجهود حلو وعملنا فيه شغل حلو. تعالوا بقى نشوف الجزء التاني الاهم في المطبخ. الجزء اللي فات كان مهم، ده الاهم. كركبة كتير على البوتاجاز. اول ما جيت من السفر ما كنتش قادرة اعمل حاجة، فيلا حط كله فوق بعضه. وبنشيل بقى تاني. طبعا انا قرفاكوا ببوتاجازاتي هناك وهنا، فخلاص هنستقر على البوتاجاز ده. خلاص مش هقرفكوا تاني. ده اخر حاجة. طبعا خلصت التلاجة وظبطتها ودخلت على اللي بعده. معرفتش طبعا احط لكم كل ده في فيديو واحد عشان الفيديو ما يطولش عليكم او الفيديو يعني يزهقكم. فده خليته اقصر بكتير من الفيديو التاني عشان ما تزهقوش يعني. برضو تاني في حاجات لازقة على البوتاجاز، في حاجات لازقة على البوتاجاز. جبت برضو السكينة وقعدت احت فيها كده واشيل فيها على قد ما قدرت قبل ما ابدأ بالصابون والسلكة. طبعا في حاجة يعني في قهوة فرت مني على الناحية دي وعلى الناحية دي. جبت بقى السكينة وقعدت اشيل الاجزاء اللي هي الناشفة او الجامدة، اللي هي انا عملت الاول بالفرشة كده. الحاجات اللي هي بواقي الاكل والحاجات اللي واقعة دي شلتها كده بالفرشة دي كده، بنفض تنفيض كده. جيت يعني اول مرة استخدم البوتاجاز بعد ما جيت على طول. طبعا اضطريت استخدمه قبل ما يتغسل. لقيت العيون النار ما بتطلعش زي ما تكون مكتومة او حاجة. كان لازم البوتاجاز يتغسل كويس قوي. كان لازم البوتاجاز يتغسل كويس قوي علشان تطلع، يعني عشان النار تطلع كويس. يعني قعدت كده بالسلكة، يعني اعمل كويس قوي واجيب من جوه، ويعني اجيب العين من جوه بالسلك. احاول ان انا اوصل السلك لجوه العين. واجيب الحاجات البواقي والحاجات اللي واقعه جوه. وانا زي ما قلت لكم انا ما بستغناش عن السلك، بينفعني وبيسهل عليا جدا. يعني اول ما جيت كنت فاكره اني هشغل البوتاجاز هيشتغل على طول. يعني فكرت ان الغاز لسه فيه بواقي غاز من قبل ما امشي، ما كنتش شحنت الغاز قبل ما امشي. قلت ده انا هروح هلاقي لسه فيه شويه ولا حاجه. فجيت اشغل البوتاجاز مفيش حاجه بتشتغل، مفيش غاز ولا في صوت غاز طالع. فقلت لسه بقى هروح تاني اشحن الغاز. يعني انا قلت اليوم اللي هاجي فيه ده هلاقي بواقي كده تمشيني ولا حاجه. لاني فعلا ما كنتش جايه اروح، ما كنتش لما كنت جايه اول ما جيت ما كنتش قادره اروح اي مشاوير ولا اعمل اي حاجه لسه. فروحت بقى على ما شحنت وجيت بقى استخدمته مرتين تلاتة كده. وبعد كده بدأت بقى في التنظيفات وكده. الناس كلها نظفت قبل العيد، انا تقريبا الوحيدة اللي بنظف بعد العيد. وبرضه بالطبق بقيت اكب كده مية علشان تدخل جوه العين. والمية تتغير، يعني بدلق مية والمية تدخل جوه العين والمية تتغير يعني. إيه، لحد ما الاقي المية اللي جوه اللي خارجة من العين، او يعني المية اللي جوه العين اتغيرت بقت رايقة، بقت مية بيضة رايقة. يعني اعرف كده ان هي من جوه اتغسلت كويس قوي. لو وقع فيها اي حاجة ودخلت يعني في العين تطلع، تبقى يعني خلاص تبقى طلعت. وفعلا كنت بشوف الحاجات اللي الرواسب اللي جوه العين اللي كاتماها ومخليه النار مش بتطلع كويس. فعلا بقيت كل ما اكب ميه الاقي طالع مع الميه الرواسب دي. دخلت على الجزء التاني وبرضه حاجات لازقه. قعدت اعمل بالسلك كويس قوي. وبرضه اللي بينزل على الارض كل ده بنزله على الارض في صرف. في الاخر بروح مسيقه المطبخ وغاسله الارضيه وفرشه السجاده بتاعتي عادي خالص. عندي مشكلة في الحوض، في الرخامة بتاعة الوحدة. بتاعة الحوض. يعني الرخامة تحتها تقفيلة كده، اللي هي تقفيلة اللي هي بتاعة المطبخ، بتاعة نيش المطبخ أو دواليب المطبخ يعني. فعندي مشكلة في الرخامة. الرخامة بتسرب مية في الوحدة اللي تحت الحوض.
في الوحدة أو التقفيلة بتاعة الحوض. جبت لها حاجة اسمها جلة رخام، حاولت أعملها بيها وبرضه ما نفعتش، مش عارفة أعمل إيه بصراحة في حتة إن الرخامة، طبعًا بتاع الرخام أو اللي بيعمل الرخام، اللي عامل الرخام في المطبخ هو طبعًا اللي غلطان. اللي مقفّلش الرخامة كويس، سايب فيها فراغات بينها، فسايب فيها فراغات لمّا باغسل الرخامة أو بيطلع أي مَيّة على الرخامة من فوق بتنزّل لي مَيّة في الوحدة بتاعة أو التقفيلة بتاعة اللي هي حوالين الحوض، أو اللي هي بتاعة منطقة الحوض يعني بتاعة المطبخ. في سِنّة معاناة كده في الموضوع ده، بافضل بقى بعد كل مرّة باغسل المواعين أو باعمل حاجة لازم أنشّف الوحدة من جوّه، بتاعة المطبخ من جوّه، فمش عارفة بقى أجيب لها سيليكون والّا مش عارفة أعمل فيها إيه. لو حد عنده فكرة عن الموضوع ده أو تعرفوا أعمل فيه إيه، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي أتصرّف إزاي في حاجة زي دي. برضه كان في حاجات لسه لازقة في البوتاجاز في الناحية دي، لإن دي أكتر ناحية أنا باستخدمها، دي أكتر حتّة أنا باستخدمها، وفار منّي فيها قهوة مرّتين، فكانت في حاجات لازقة كان لازم تتعمل بالسكينة كده والسلكة، يعني مرّة بالسكينة ومرّة بالسلكة، اللي ما بيطلعش بالسلكة السكينة جنب منّي فباروح شايلاه بيها. باحاول أسهّل على نَفْسي التنضيف بتاع البوتاجاز ده بتاع البوتاجاز بالذات، لو أنا ما عندي، لإن أنا مش هاستخدم منظفات والكلام ده كلّه. يعني أنا استخدمت مرّة المنظفات اللي هو مزيل الدهون بتاع ال ال البوتاجاز، فعايزة أقول لكم المنظفات دي، وكان المنظف ما لهوش ريحة ولا حاجة، ولكن أثّر على إيديّا، يعني حسّيت إيديّا زي اتحرقت، يعني أو اتشقّقت أو إيديّا باظت. برغم إن أنا كنت يعني كنت مغطية إيدي وأنا باستخدم المنظف، ولكن برضه بيوصل مهما كنت محافظة، فأنا ما بافضّلش استخدام أي منظفات خالص. أنا عايزة أقول لكم كل حاجة باستخدم فيها صابون المواعين فقط. عايزة أقول لكم جيت لقيت كل حاجة مطرّبة، كل حاجة بايظة بجد، والقهوة فارت منّي مرّتين على البوتاجاز، مش عارفة إيه حكاية القهوة معايا، بانساها، يعني بانسى إن أنا حطيت قهوة على البوتاجاز وباشتغل في حاجة تانية أو باعمل حاجة تانية فبتفور وبتُقع على البوتاجاز، وأنا بانهار بقى، لإن القهوة بالذات بتبوّظ الدنيا. وخلّصت الجزء اللي هو تاني جزء ده وبس. كمان يا جماعة في حاجة عايزة أعملها وقولوا لي رأيكم فيها واكتبوا لي في الكومنتات لو عندكم فكرة أعمل فيها إيه أو أعالجها إزاي. الجزء اللي هو بتاع فتحة التهوية اللي هو بتاع سخّان الغاز، عايزة أجيب لها حاجة دايمة ليها تغطّيها أو تقفلها، لإن يعني بتدخّل تراب كتير جدًا وخايفة مع الوقت تدخّل لي حشرات، لإن الجزء اللي هو بيبقى من الخلف، الجزء الخلفي اللي بيكون على الشارع، ده بيكون سلك وخايفة مع الوقت يتآكل ويدخّل حشرات. فمن ضمن خططي للمطبخ إني أشوف حل للمكان ده، إن أنا أقفل الفتحة دي. آآ هنا يعني أنا بدأت بقى يعني أحاول مرّة بالسكينة، مرّة بالسلكة وإيه، اللي ما يطلعش بده باطلّعه بده. وكنت بقى عمّالة بقى باكُب بالطبق جوّه العيون لحد ما كل الرواسب اللي جوّه طلعت، وبرضه وأنا بانشّف في الآخر خالص لمّا خلّصت البوتاجاز كلّه، بانشّف بالفوطة اللي هي فوطة المطبخ، وبانشّف بيها بقى خلاص. آآ يعني كنت باحاول أوصّل الفوطة اللي بانشّف بيها داخل العيون علشان أنشّفها من جوّه كويس أوي، علشان ده برضه بيأثّر على النار أو الشُعلة بتاعة عين البوتاجاز. فكنت باحاول على قد ما أقدر إن أنا أنشّفها كويس أوي. وحاولي تصبري بعد ما تغسلي البوتاجاز، يعني اصبري شوية لو هتستخدميه أو محتاجة تستخدميه بعدها على طول، لو هتصبري 10 دقايق أو ربع ساعة بس يكتمل يعني تنشيفه أو يعني ينشف خلاص يعني خالص، علشان تلاقي نتيجة كويسة من الشُعلة بتاع البوتاجاز. بسم الله. بصوا بقى
طبعا الارض بقت فله، لو كنت وريتها لكم قبل ما تتعمل، قبل ما تتسيق. الرخامه دي كانت مليانه مليانه تراب. تمام، بقت فله برضو. تمام. الغساله كانت يعني مردومه بمعنى الكلمه، فالارض بقت فله. البوتاجاز خليته مراية 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 زي ما انتم شايفين، ونضفته كويس قوي. تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ معايا قبل ما انضفها وبعد ما نضفتها. تمام. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو والآخر حاجة في المطبخ، وخلصنا كل حاجة. نضفنا التلاجة والبوتاجاز والرخام وحتى الدواليب دي لمعتها. عايزه اقول لكم بقيت اكب ميه على كل حاجه، بقيت ماسكه حله كده مليانه ميه وبكب على الحيطان وعلى الرخام وعلى دواليب المطبخ وعلى كل حاجه، لحد ما حسيت مرتحت نفسيا كده، وحسيت ان كل حاجه بقت فله. ضلفه ما عادش فاضل غير ضلفه الخزين دي لسه بس هتترتب، والحاجات اللي جنب الميكرويف دي برضو هتترتب جوه ضلفة الخزين. كل حاجة بقت فلة. فرشنا السجادة وسيقنا الأرض، لمعنا الفريزر، التلاجة، المكان كله. لمعت الفريزر فاضل بس هلمع الميكرويف وهلمع الضلف اللي فوق دي. كل حاجة بقت زي الفل حرفيا. كل الدواليب دي اتمسحت، والجزء ما ده عادش غير الجزء المواعين اللي فيه دي. مواعين في الحوض ده. دي مواعين مش مستخدمة، دي مواعين كانت جوه الدواليب يعني نظيفة، ولكن لما جيت من السفر لقيتها كلها تراب، كلها لحوسة. فكان لازم تتغسل كويس قوي قبل ما ارجع استخدمها تاني. ما كانش ينفع اطلعهم كده من الدولاب على طول يتغسلوا. فبعد ما خلصت المطبخ كله رحت مطلعاهم وهغسلهم وخلاص كده المطبخ، وارجعهم مكانهم تاني. ويبقى كده المطبخ خلصنا من اول جزء واهم جزء في الشقة، وهو المطبخ. كده نطبخ بروقان ونعمل كل حاجة واحنا مرتاحين نفسيا. وهتشوفوا الفيديوهات اللي جاية كلها مفاجآت. اول مفاجأة هي حاجة خاصة بي انا، المفاجأة التانية حاجة خاصة بالمطبخ، بس الاتنين هيعجبوكوا قوي 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 قوي. انزلوا اشتركوا في القناة علشان تشوفوا المفاجآت اللي جاية، وما تنسوش اللايك. اعتبريني اختك زي ما انا معتبراكوا اخواتي، واشتركوا في القناة وشجعوني واعملوا لي لايك على الفيديو، وبحبكوا قوي. وانتظروني في المفاجآت والفيديوهات اللي جاية. مع السلامة.